السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فايش الافران بطريقة سهلة وكمان مكوناته اقتصادية وموجودة في اي بيت. يا ريت بس تتابعيني للاخر علشان هقولك على طريقة العجينة المظبوطة اللي تخلي معاكي الفايش طالع كده دايب وكمان مش معضم. واللهم بارك، الكيلو بيعمل كمية كبيرة جدا. انا عايزاكي بقى تجربيه بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة للاخر. ويا ريت لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول العجين أنا نزلت ب400 جرام مية، والمية كانت دافية زي ده ملايين. بعد كده نزلت ب100 جرام سكر، ونزلت كمان بمعلقة خميرة فورية يعني على الميزان 10 جرام. قلبت الخميرة والسكر لوحديهم، ما ضفتش الزيت الا في الاخر علشان كمان اتأكد ان الخميرة نشطة ولا لا. لو الخميرة عملت معاكي فقاعات وكمان ريحتها ظهرت يبقى كده الخميرة نشطة. بعد كده بقى ضفت معلقة خل، وفايدة الخل ان بيخلي اي معجنات خفيفة بعد السوا. بعد كده انا نزلت ب15 جرام كركم قبل الزيت. واهم حاجة نوع الكركم علشان فيه منه نوعين، نوع غامق ونوع فاتح. يا ريت نجيب النوع الفاتح علشان بيبقى حلو جدا في المعجنات. بعد كده انا نزلت ب100 جرام زيت، وبعد الزيت انا نزلت ب50 جرام مية تاني، يبقى 450 جرام مية في الاول. قلبت بقى شوية وبعد كده هنزل بكيلو دقيق. والدقيق انا نخلاه كويس في الاول، ومع الدقيق بننزل بقى برشة ملح، وما ننساش الملح علشان الملح بيظبط معانا اي معجنات. بعد كده هقلب بقى في اول العجين بالمعلقة. بعد كده هنزل بقى اظبط العجينة بايديا. في اول العجين كده كان لسه فيها دقيق، فنزلت بالمية تاني واحدة واحدة لحد ما اظبط العجينة. وهقولك في نهاية العجين هي اخدت معايا مية قد ايه. بس يا ريت في اي معجنات نعجن العجينة يابسة ونحتاجت معانا مية نقدر بقى ننزل بالمية واحدة واحدة. يعني العجينة اليابسة حلها في ايدينا، اما العجينة الطرية هتغلبك في وقت العجين وكمان في التشكيل هتلاقيها بتتلزق. ونضفت دقيق المكونات هتكون باظت معاكي خالص. فيا ريت نعجن العجينة يابسة، وان عازت معانا مية هنقدر نطريها واحدة واحدة. ان انتي بقى تطري العجينة واحدة واحدة بتصلي بقى للعجينة المظبوطة في الاخر. بتبقى عجينة طرية وناعمة وفي نفس الوقت ما فيهاش اي تلزيق. اخدت معايا مية 550 جرام، بس على حسب نوع الدقيق اللي انتي بتعجنيه. في دي بيبقى ليه عرق قوي فشربه للسوائل بيكون اكتر. فنخلي بالنا من خطوات العجين. نخلي كده العجينة لينة يعني مش يابسة قوي ولا طرية قوي، عجينة كده في الوسط. انا هشتغل في العجينة على طول يعني مش هسيبها ترتاح غير مرة واحدة بعد التشكيل. عملت الكيلو 8 قطعات. يا ريت بقى ما تعمليش اكبر او اصغر من كده، هو حجمه كان مظبوط وكمان كان طري وخفيف. بعد ما بنخلص خالص بنغطيهم بقى بالكيس علشان ما يعملوش معانا طبقة ناشفة. شكل العجينة ناعمة واللهم بارك لينة يعني مش عجينة يابسة. وكمان في الفرد سهلة جدا علشان هي اتخدمت في العجين. اهم حاجة تعجيني العجينة مظبوط. نيجي بقى للفرد بنفرد بالنشابة او بايدينا. العجينة ما شاء الله هتفرد معاكي بكل سهولة. بس لو لقينا العجينة بتلزق بنمسح بقى بمسحة زيت تحت العجينة، بس منكترش زيت علشان ساعة ما نقفل تقفل معانا بكل سهولة. اهم حاجه بقى سمك العجينه ما نخليهاش رقيقه قوي او تخينه قوي. بعد بقى ما فردنا العجينه وظبطناها واحنا بنلف كده بنضغط على اللفات يعني ما بنلفش على طول، وكل لفه بنشدها لورا ونضغط عليها شويه. الخطوه دي هتخلي معاكي الفايش ما يفرش معاكي اثناء السوا وما يكونش فيه اي فراغات. يعني كل ما بتشدي طبقات اكتر وتلفي طبقات اكتر كل ما الفايش حتى لو عجينته طريه مش هيفرش معاكي خالص اثناء السوا. ونيجي بقى نقفل العجينة مظبوطة في الآخر، يعني آخر طبقة كده بنقفل عليها العجينة. في الوقت ده هتعرفي ان العجينة بتاعتك مظبوطة ولا لأ لو قفلت العجينة واتقفلت بكل سهولة. بس ما شاء الله العجينة بتقفل معايا بكل سهولة يعني مش صعبة ولا حاجة. لو لقيتي العجينة كل ما بتقفليها بتفتح تاني ياريت ترجعي تعيدي عليها تاني وتقفليها. لو العجينة يابسة جامد هترجع تفك معاكي تاني. ياريت بقى نخلي العجينة في الوسط. فالخطوة دي هي اللي هتعرفك ان العجينة مظبوطة ولا لا. بعد كده بقى بنشيله وبنحطه في الصاج، والصاج ما يكونش ممسوح اي مادة دهنية. ولازم بقى نعمل الخطوة دي كده بعد ما بنحط الفايش علشان يبقى ارتفاعه لفوق ما يفرش معانا في الصاج. بعد كده انا خلصت الكمية كلها غطيتها بالكيس علشان هسيبها تخمر. واهم حاجة وقت الخمر يعني ما نستعجلش عليه خالص ونقوم نسويه الا لما نلاقيه اختمر. اخد معايا بالظبط نص ساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو وصلت معايا لغايه كده يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. في الاول بنقوم نشغل الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق، وبعد كده بندخل اول صاج احنا عملناه في الاول علشان بيكون ارتاح.
وبعد كده بنسويه، بندير الصاج كل شويه علشان يدينا لون موحد. واهم حاجه التسويه تكون على النار هاديه، ولو هتسويه في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات. اللهم بارك، الفايش عطى لون من فوق ومن تحت تحفه، وكمان طري جدا بعد السوا. يعني اهم حاجه الخطوات دي يا جماعه. وادي شكل الفايش، يعني ما فتحش معايا اثناء السوا. الفايش جميل جدا وطريقته مظبوطه 100%. انا عايزاكي بس تجربيه بنفس الخطوات. ما بنقطعش الفايش على طول، احنا بنسيبه كده اقل حاجه ساعتين بس. انا علشان خاطر التصوير سبته نص ساعه تحت المروحه علشان بقى ما يتهريش معاكي وكمان ما يعجنش. هتسيبيه لما يبرد خالص. بعد كده بنجيب بقى سكينه مشرشره وبنقيس صباع وبنقطع. هقطع بقى كل الكميه بنفس الطريقه. ما شاء الله الفايش طري وخفيف جدا، وبكده الفايش هيبقى في الاخر مش معضم. لو الفايش طالع مكتوم وتقيل يبقى كده الفايش بعد التحميص هيبقى معضم وناشف. اللهم بارك، الفايش بتاع النهارده مفيهوش ولا غلطه. بتمنى بجد ان انت تمشي على كل خطوه علشان يطلع معاكي مظبوط. هنيجي بقى نرص الفايش وهنرصه بالشكل ده كده. يعني هنخليه على الجنبين علشان يدينا تحميصه من الجنبين. هرص بقى كل الكميه اللي انا عملتها، وهقوم بقى اشغل الفرن يسخن في الاول. يعني لازم الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق. اول ما بيسخن بنوطي بقى النار خالص زي الشمعة. واهم حاجة هي تحميصة الفايش في الاخر علشان يبقى طعمه حلو معاكي. ما تعليش النار خالص علشان ما يديلكش لون جامد ويبقى الفايش مر في الاخر. يعني بتوطي النار وبتديري بقى الصاج كل شوية علشان يديكي تحميصة في الاخر تحفة. بعد بقى ما رصيت الكمية كلها شغلت الفرن. اول ما سخن انا دخلت الصاج وعلى نار هاديه ودرته كل شويه. ولو هتعمليه في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات في الرف اللي في النص وهتحطيه. ولو الفرن فيه مروحه مش محتاجه بقى ان انت تديري الصاج كل شويه. وزي ما قلتلك اهم حاجه تحميصه الفايش في الاخر. الصاج اخد حوالي كده 15 دقيقه بس على نار هاديه خالص. وحمصت الفايش بتحميصه مظبوطه. يعني نكسر الفايش من جوه محمص. اهم حاجه التحميصه في الاخر، يعني تحمصي الفايش مظبوط ما يديلكش لون من بره ومن جوه يبقى لسه طري. وبكده هينشف معاكي في الهوا وتلاقيه بقى مسمر ومعضم. بس ما شاء الله الفايش النهارده دايب ومش معضم وكمان خفيف جدا. وادي كل الكميه اللي انا حمصتها. اللهم بارك، تحفه. يعني مش محتاجه ان انا اتكلم عنه. الفايش خفيف ومش معضم وكمان دايب وكمان ما فيهوش اي فراغات من جوه. يا ريت بس تمشي على نفس خطوات العجين علشان الفايش يطلع معاكي خفيف في الاخر وما يبقاش معضم. اهم حاجة بس عشان النتيجة تطلع معاكي مظبوطة هي الخطوات. يا ريت تمشي عليها مظبوط علشان تشوفي النتيجة بنفسك. ريحة الفايش وهي محمصة بجد تحفة. والكمية يعني الكيلو عمل كمية بجد كبيرة. كل الكمية دي كلها كده من كيلو دقيق. لازم بقى تجربيه بشوية زيت وشوية سكر هتعملي الفايش في البيت. بتمنى بجد انه يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى بقى ما تنسانيش بلايك ولا اشتراك للقناة. استناني في